ايوه بقى، انا اللي حطيت التوم في الميه المغليه. جبت كده كيلو من التوم، واهم حاجه لازم نغسله كويس جدا علشان نضمن بس ان ما يبقاش فيه اي رمل او اي حاجه موجوده فيه. بعد كده معانا حله على النار فيها ميه تكون بتغلي، حطينا فيها شريحتين من الليمون، وهنحط بقى التوم وهنغطي عليه ونسيبه في الميه المغليه دقيقه واحده بس. بعد كده بقى بنسيبه لحد ما يبرد معانا خالص، وما شاء الله لما بنيجي نقشره بيتقشر معانا في منتهى السهوله. وبجيب بعد كده ليمونه اقطعها شرايح رفيعه بالشكل ده، وهعصر بقى عصير ليمون. انا محتاجه نص كوبايه من عصير الليمون، احط عليها شرايح الليمون، وهضيف عليهم كمان 3 كوبايات من الميه، معلقه كبيره من الملح، وكمان معلقه صغيره من الزعتر. هقلبهم بقى كويس مع بعض، وهجيب بقى التوم احطه كده في برطمانات، واحط كده في النص كده كام شريحه من الليمون، وهكمل بقيه كميه البرطمان من التوم، واحط بقى عليه كده محلول الحفظ، وهنضيف بقى كمان عليهم كده معلقه كبيره من الزيت، وهنغطي على البرطمانات وندخلها التلاجة، وهنطلع بقى من التوم ده نستخدمه في اي اكل. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين